حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض روتين صباحي. الشمس جميله، الجو جميل النهارده، والدنيا بقت هوا ايه يعني، بدات تهوي، اللي هو بقى نسمه الصيف الجميله اللي هي تخبطك كده وتقولي الله. فانا هبدا معاكم من البلكونه النهارده كده ان شاء الله. كنت غاسله من بدري بس ايه ما نشرتش، فهنشر معاكم بقى، نبدا نشيل مع بعض. ببقى مرتبه الغسيل، يعني ايه، عارفه بقى اللي انا ايه اللي هيتحط قدام، فهو ده اللي بيبقى في الاول، والاخراني هو اللي بيبقى في اخر ايه الطبق. ادوني في النشير، اقعد انشر طول اليوم، ما ادخلش من البلكونه. لسه بقى النهارده بقى نخش بقى نشوف ورانا ايه في المطبخ. يعني لسه انا مش مرتبه النهارده اليوم ماشي ازاي، بس ان شاء الله كده نعمل في حاجات حلوه باذن الله. خلاص البطاطس او الجزء اللي انا كنت مقطعاها نصاص طلعت، عرفتها ازاي؟ وهي في ورق الفويل بخله كده فبجرب بلاقيها بتلين، مش مستويه، لينه. بس بعد كده هي بالشكل ده لما طلعت خلاص مش لازقه في ورق الفويل. نعمل ايه بقى؟ بنعادي بنقورها، بس بتحدديها كده وانت بالمعلقه عشان نحافظ على القشر. وتطلعي بقى البطاطسايه تفحري كده لغايه اما تقوريها كلها، تطلعي اللي فيها. الخطوه اللي بعدها بعد ما نخلص التقوير ده هقليها عشان الجلده تبقى مقرمشه وطعمها حلو. انا جربتها كتير وهتعجبكم، وصنف حلو قوي على سفرتك وهيشرفك بصراحه. يعني هي طعم مختلفه عن الطعم التاني اللي هو بيبقى البطاطس المحشيه اللي هي بالتقوير اللي هي بتبقى الصغيره دي. هيبقى شكلها حلو كده، قارب كده، جميله. عايزه تخلي فيها بطاطس شويه ماشي، احنا هنشوف. بس الاول هحمرها في الزيت واطلعها على مناديل مطبخ تصفي الزيت اللي فيها. طبعا مش زيت يعني مش تحمير، بس هي تشد شويه، ونشوف شكلها. البطاطس بتاعتنا خلاص طلعت بالتحمير وطلعتها على مناديل مطبخ، بتبقى بالشكل دي كده. احنا قلناها ليه؟ عشان القشره تبقى مديه شكل وسميكه، يعني مديه ماسكه نفسها شويه، فهي بتبقى كده بتقلبيها على الجيتين. هعمل ايه بقى؟ جبتها في البايركس بتاعي، حاطه هنا في البول مش مكمله معلقه زيت، يعني نص معلقه صغيره، شويه ملح، شويه فلفل برضو، كلها شويات، حبات نونو كده، بابريكيا وكركم وتوم باودر. هاخد الخلطه دي، ملح وفلفل وشويه زيت وبابريكيا وكركم وتوم باودر. هعمل كده القالب. طبعا البطاطس اللي طلعت من التقوير ما رمناهاش، هقول لكم دلوقتي خدتها وحطيت عليها عشان نحشي بيها القوارب دي. حطيت بقى هنا التقوير بتاع البطاطس، لحمه معصجه، فلفل اخضر، عايزه فلفل الوان يا ريت، انا ما كانش عندي زيتون ماشي. هاخد حبه من الخليط ده واحطه في القارب. عايزاها كلها لحمه مفرومه من غير البطاطس، وتعملوا البطاطس دي تزودها شويه ملح وتاكلها مهروسه على شويه كمون وشويه فلفل اسمر ماشي. طبعا وهنحط على الوش شويه جبنه موتزاريلا وندخل فين الشوايه بس.
طبق جميل جدا جنب اي اكل هتلاقيه اتاكل. دي من الاطباق الجانبيه يعني على سفرتك. ونحط الجبنه الموتزاريلا وندخل شوايه ونشوفه ايه لما يطلع مع بقيه الاكل. الغدا بتاعي النهارده كنت عامله معاها ايه. من ضمن الروتين النهارده ان شاء الله باذن الله جزء السفره هيتظبط. طبعا هشتغل اسمها ايه الحافظه، هحطها في البانيو هغسلها. وطبعا ايه مش هفرش دلوقتي يعني قبل رمضان باذن الله بقى اقوم فرشه ايه سجاده واحط ايه برده تكون نشفت احطها فيه. طبعا الكراسي عايزه تلمع، هنشتغل الاول الكراسي نحطها في هناك كده في الريسبشن. والاولاد بقى تساعدني ارفع لهم الترابيزه وهم ايه يشدوا بقول الدفايه اسمها الحافظه. وهنا كرتونه رمضان اهي حطها تحت الترابيزه. وهنا في اطباق ببقى محتاجاها بتطلع ساعه التتبيلات وساعه التصوير فما اتحطتش لسه في البوفيه. في حاجات كتير عايزه تتظبط وتتلمع. هنبدا كده نسمي الله. اول حاجه نشتري الكراسي. الاولاد بقى يبداوا يشتروا الكراسي ونشتغل واحده واحده. هتشتغلوا يا رجاله ان شاء الله؟ ان شاء الله. شاطر يا اوف هيحب يساعد بابا فهنشتغل بقى كله بقى. وهنا برضو سيف مجرش هيشتغل بقى ايه والكرسي بتاعه والحاجه دي. يلا بقى نشتغل بقى. يلا نبدا بالله. سمي الله. خلاص انا اشتلت الحافظه اللي على الارض بس طبعا وكنست لسه قبل ما امسح هشتغل اللي هو طبعا احنا شفنا فوق كان في اطباق على البوفيه من فوق. فهحط كل حاجه مكانها وبرده ايه اشيك كده على النيش برده من جوه والحاجات ايه اللي فيه برده كل حاجه كده ايه برده امسحها. ونظبط كل حاجه عشان لما تيجي بقى تطلع الاطباق بقى وضيوفك عندك كده تبقى الحاجه معاكي مرتبه. واللي ملوش لازمه يتشال والصواني تتلمع. يعني ايه اللي جايب الورق دي هنا ملوش لازمه. ونرص صوانينا بقى بحالها كده بشكل حلو. الاجزاء دي كلها الجزء ده اللي هو ايه بتاع العيد بقى. خلاص انا خلصت الجزء الاولاني اهو. في اهو لسه بس البونبونيره بتاعتي. ننزل بقى على الجزء التحتاني اللي هو الجزء انا حاطه فيه اللي هو طقم الاكروبال وطقم ايه الصيني. برضه بتمسحها عشان لو اي تراب داخل من الخشب بتاع النيش فاهم. ده طبعا اللي هو الاطباق الصغيره والكبيره بتاعت الفناجين. ممكن احطهم على بعض عشان في هنا لسه الايه الفوانيس لغايه اما ببقى اطلعها انا بقى ايه على البوفيه من فوق. فانا هحطهم بس كده لغايه اما اظبط. ندخل بقى على ده الصيني. في اطباق برضو كانت معايا بره هتتحط مكانها. وناخد بالنا عشان مش عايزين خسائر. ده اللي هي البوله الكبيره بتاعته. نطلع بتوع الشوربه لا ندخله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت الضلفه بقى اللي هي كنت حطيت فيها اللي موجود فيها بقى طقم البايركس الاكروبال والصيني واللي هو الطقم الفضيات اللي فوق الصواني. طبعا شتلت الحافظه وسيف سيف مجرش تحت الترابيزه. مبسوط قوي الدنيا من غير سجاد ومن غير كراسي. طبعا
طلعت على البوفيه. البوفيه ده طبعا اشتلت المرايه بتاعته حطيتها اهي، بس عايزه تتلمع، بس اشتلتها قلت عشان ايه امسح الخشب الاول، عشان بيبقى فيه، شوف بيبقى فيه تراب تحته، طبعا هو ما بيشالش على طول، فايه بحته القماشه بقى هشتغل واحط تاني والمع. وطبعا ايه المرايه اللي فوق دي كمان هتتلمع، والنيش كله يتظبط. وهما الاولاد مسكوا الكراسي مسحوها، فانا بس لسه هحط الازازه المع والمع المرايه والمع النيش. وطبعا مش هفرش بقى الا بعد ما الحفظه ان شاء الله تنشف، واحط واطوقها كده بالشرشوبه، واقوم حاطه ايه الكراسي، واطوق برضو ايه والمع برضو ترابيزه السفره، واحط الحاجه بقى ايه هو عايزه بقى ايه تتلمع. دي اللي هو الازاز، عشان بيحطوا علبه جل هنا على البوفيه، فطبعا ايه ده كله من الاولاد جل جل جل. خلاص خلصت كده جزء السفره، وهنا الكراسي اللي هي بتاعه البار برضو اتلمعت اهي، عشان بيضه بيبان فيها اي حاجه مش نظيفه. اتظبطت وبتلمع برضو. هي لو انا حطيت بصراحه ملمعه بالجلانس بتاع الازاز، فلمع بحته قماشه فلمعه كله تمام. وهنا خلاص اهو السفره رتبنا تاني ومسحنا، والازاز كله بقى ايه بتاع النيش كله اتلمع، وريحه النظافه بقى ايه مسحنا بقى مسحنا. انا كده بقى ايه انا كده ارتحت فعلا. لما جزء بتخلصيه في الشقه تلاقي اكنك اشتلت حاجه. دي الاولاد بقى هم صغننين، يا اختي حلوه وفي حبيبكم اهو. واحلى حاجه اللي انت مفيش حاجه فرشاها ماشيه كده بقى ايه، وبدا الجو بقى ايه يحرر شويه، تلاقيكي ماشيه عايزه تبلبطي تحطي ميه ويمشي بلبطي، او عمر هيكسر الدنيا. حطيت هنا الحفظ خلاص اهي في البانيو. في ناس بتغسلها في الغساله، بس انا برضو هتقل على الغساله ليه، ولو هي فيها تراب تبوظ الغساله ويدخل فيها تراب، فهي كده تتنقع كام نقعه والعيال تنزل تدبدب عليها شويه. احط بقى اي طبعا اي مسحوق بس سايل طبعا، ومعاه كلوريكس الوان عشان برضو تنضفها كده، وكل شويه نقلب على الجهه التانيه ونظبط. النظافه حلوه مفيش كلام. ده غدانا اهو النهارده الحمد لله. دي شكل البطاطس اللي قلت لكم عليها. هي طبعا الفول انا ما دخلتوش وهو بياخد الشوايه، بعد ما طلعت بتحطها كده او بتقدميها في البايركس، او تطلعيها في طبق في سيرفيس كده برضو، وتحطي تحتها الورق الفول ده، هيبقى شكله جميل قوي. الجبنه ساحت اهي ما شاء الله، طبق مية مية. وكنت عامله معاها صينيه بطاطس النهارده برضو تنفع، هقول الاتنين مع بعض تركبوهم مع بعض، ومعاهم الرز ومعاهم شوربه. ونحمد ربنا كده سفره رمضانيه جميله اهي. ممكن بقى تعملوا الشوربه عادي او ايه بلسان العصفور زي ما انت حابه. والبطاطس اهي جميله، وممكن بقى سلطه ومخلل وتفطر على تمريه كده واي عصير انت بقى بتحبيه. ودي شكل البطاطس اهي جميله، وجبنه ساحت اهي مديه لون حلو. دخلنا هنا بقى ايه ناخد شوط السجاد. دي المشايه اللي هي كانت في اوضه الاولاد، فهغسلها بايه ده اللي هو اكس لارج بتاع ماي واي بتاع منظف لجميع انواع السجاد برغوه غنيه. برغوه غنيه. انا الاول ايه هبل حاطه هنا الطبق فيه ميه بس، ميه بس. هبل بس الايه السجاد. ممكن نحط السائل ده في الميه، او ايه نحطه مباشره على السجاد. خلينا في مباشره. هنحط شويه مكيال كده ايه في الميه، وبما قشتنا السلك نبوش شويه.
طبعا اللي هنغسلها نشطفها، وبعد كده هنا باخدهم تاني بقى في البانيو عشان هم صغيرين. ودي انا هبط. ودي المشاية تاني، عشان كده الواحدة تخلص كل سجادة وكله قبل الصيام وقبل رمضان. دي مشاية كانت عند ماما خلاص مش محتاجاها، انا بلم من ورا امي بصراحة، يعني اللي امي بتدوه مدته بتبطل عندها، بتجيب الجديد. اصلا ماما بتحب التغيير والتجديد، فقالت لي خديها لو هتحطيها تبدليها في الصيف كده في اوضه الاولاد مع بتاعتهم، على ان شاء الله هجيب واحده جديده، لا تحطها في البلكونه. فانا غسلتها، هي بقى عايزه تتحط في البلكونه، هتقول له حطيني في الهواء، حطيني في اوضه الاولاد، فهي براحتها. غسلتها بقى، حط برضو في البانيو يتشطف. فربنا يخليك يا ست الكل كده، وتعيشي وتجددي. جددي وناخد، جددي وناخد قبل ما اخواتي يجوا ويقسموني في لقمه العيش، اللقمه الطيبه الجميله دي. وصلنا بقى لاخر روتيننا. الاولاد طلبت كوب كيك، ومعايا الشيف سوفا، معاه ايه؟ معاه سكر اللي هو اللي بيبقى، حش ايدك يا اوفا عشان هم يشوفوا، سكر الملون الاحمر، ومعاك اللون التاني ايه يا اوفا؟ الاخضر. فهو يحط على الابيض. يلا اوفا افتح، حط كده. هو ايه متخرمه خرم. هنرش ايه؟ انا اللي حط يا ماما يلا. ها بس ما تحط. شاطر، يلا يا اوفا شطوره. كمان يلا اعمل لنا كمان واحده حمراء. شاطر اوفا. يلا افتح الاخضر بقى، افتح الاخضر. انا اللي عملت. هسيبه اهو. يلا هحط الاخضر، يلا بسرعه عشان الله. اعمل كمان واحده خضراء. شاطر. طبعا احنا عملنا معاكم كب كيك قبل كده وطريقته سهله، فالنهارده الشيف اوفا هو اللي بيساعدني بقى. اعمل بقى يا اوفا هدي هي واحده حمراء بقى، لسه هنا واحده حمراء. كده كان روتيننا النهارده بقى ان شاء الله. يا ريت ان شاء الله يعجبكم روتيناتنا، وكل روتين وانتم معانا ومنورين. يلا واستنونا تاني في فيديوهات تانية في قناة ام عمر وحبايبها. قول لهم بقى يا اوفا ايه؟ بحب بوركم كده.